ايه هي الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي؟ أهلا بيكم. النهاردة حوكمة هتعرفكم ايه هو القيد العائلي، وببساطة هو بيان مميكن بيوضح كل البيانات الخاصة لأفراد الأسرة زي أسماء الزوجين والأبناء وتاريخ ميلادهم وغيرها من المعلومات اللي بتعتبر جزء من الحالة المدنية. طب هي ايه الأوراق المطلوبة علشان نقدر نستخرج قيد عائلي؟ أول حاجة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وتاني حاجة شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة بس تكون مميكنة، تالت حاجة صور لشهادات وفاة إذا كان حد من الأسرة متوفي، رابع حاجة صورة وثيقة الزواج أو الطلاق لو كانت موجودة، خامس حاجة ودي الحاجة الأخيرة هي نموذج 40، والنموذج ده أنت بتشتريه من مصلحة الأحوال المدنية. طب هي ايه مدة صلاحية القيد العائلي؟ يعني القيد العائلي ده اقدر استخدمه لحد امتى؟ وتقدر تستخدم القيد العائلي لحد 3 شهور من تاريخ طباعته. معنى كده ان ما ينفعش تستخدمه بعد مرور المدة، ده لانه يعتبر ملغي ولازم تستخرج واحد من اول وجديد. طيب هو مين ليه الحق ان هو يستخرج القيد العائلي؟ في 3 اشخاص هم اللي ليهم الحق ان هم يستخرجوا القيد العائلي من مصلحة الاحوال المدنية. اول شخص هو صاحب القيد شخصيا، وتاني شخص هو أحد أقارب صاحب القيد حتى الدرجة الثالثة، تالت شخص هو اللي معاه توكيل بيقدر يتعامل بيه في مصلحة الأحوال المدنية وبيكون صادر من صاحب القيد نفسه، ده لو في حالة إن اللي عاوز يستخرج قيد عائلي مش قادر ينزل يعمله. طب إيه هي الإجراءات اللي بقوم بيها عشان أقدر أستخرج قيد عائلي؟ الإجراءات سهلة أو بسيطة. أول حاجة إنك هتشتري نموذج 40 من السجل المدني، تاني حاجة هتكتب كل البيانات المطلوبة منك في النموذج ده، تالت حاجة إنك هتقدم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص. وبكده تبقى عملت كل الإجراءات علشان تقدر تستخرج القيد العائلي وتكون سهلة قوي بالنسبة لك وما فيهاش أي صعوبة.